أخونا خالد يقول القصة دي صارت قبل 14 سنة. هو من المنطقة الغربية وبالتحديد من ينبع البحر. يقول أنا من قرية اسمها قرية العيس جنب ينبع البحر. يقول قبل 14 سنة طلعت أنا وأخوي وولد عمي يوم أربعة، كان الإجازة عندنا احنا في السعودية يوم الأربعاء إجازة، الآن صارت يوم الخميس الإجازة تبدأ يوم الخميس، أول كانت تبدأ يوم الأربعاء. يقول طلعنا يوم الأربعاء، وين نطلع؟ يقول نطلع نحتطب. الظاهر المنطقة اللي هم فيها منطقة فيها حطب، يعني ممكن يكون يعني سمر مثلا، فيحتطبون. ومعاهم سيارة داتسون نيسان طبعا قديمة، واضح انها قديمة. يقول نحتطب عليها، يقول ثم نبيع الحطب. كم كانت أعمارهم؟ كانت أعمارهم هو يقول عمري 16 واخوه عمره 17 وولد عمه عمره 20، يعني في سن متقارب. السيارة اللي معهم فيها مشكلة، انه معيار البنزين خربان، فكانوا ما يدرون عن البنزين، هل هو يعني بيخلص ما خلص وكذا. كانوا يطلعون من الصباح بدري ويرجعون المغرب. يقول طلعنا ورحنا للبر، وطبعا الاحتطاب يا جماعة الخير محتاج مجهود، يعني انك توقف وتشيل الحطب وتطلع الحطب وترميه في السيارة ثم تمشي. يقول احنا ما كنا ماكلين شيء، شباب صغار يعني، كنا نحتطب. يقول تعمقنا في البر، واحنا راجعين في العصر، احنا راجعين طفت علينا السيارة في البر. عرفنا انه البنزين خلص، حاولنا نشغلها، يقول ما قدرنا نشغلها. طبعا احنا الان في ورطة، لازم نشوف لنا حل، وهم الان في العصر. يقول اخوي وابن عمي قالوا اسمع، احنا بنمشي على خطوات السيارة، نسميها احنا جرة السيارة، بنمشي عليها حتى نلقى احد يفزع لنا ويساعدنا. وانت وش بتسوي؟ تجلس تنتظر؟ قال لا، انا شايف بيت شعر واحنا راجعين، انا شايف بيت شعر اروح له علشان يفزع لنا. قالوا له طيب ما في مشكلة، روح بس انتبه تضيع، خلك ماشي في طريق واحد عشان ما تضيع السيارة. قال لهم تم. يقول أخونا خالد أخذت الموية معي، يقول ومشيت. يقول أمشي أمشي أمشي، يقول وأشرب ماء طبعا. يقول وأرقى جبال وأنزل منها، يقول أحاول أشوف بيت الشعر هذا اللي أنا شفته، البيت البدوي مثل ما نقول حنا. يقول أصعد وأنزل، يقول بديت أتعب، يقول تعبت. يقول بعدين ما قدرت أمشي من التعب، خلص علي الموية، ووصلت لمرحلة حسيت فيها أني بموت من العطش. يقول انهكت، يقول شفت قدامي أنوار، قلت بس هذه هي الخيمة. يقول أمشي أمشي أمشي، يقول الأنوار تبعد عني، يقول ما تقرب تبعد عني. يقول